السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا العام ومع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كيعاني منها بزاف من المغاربة، تم إلغاء شعيرة الأضحية. قرار ماشي سهل، ولكن جاي من باب الرحمة والتخفيف، خاصة في هذا الوقت اللي فيه الأسعار طالعة بزاف والمعيشة ولا ثقيلة على عدد كبير من الأسر. لكن واش يعني ما غاديش نعيدو؟ لا، لأن عيد الأضحى ماشي غير الذبح، بل فيه عبادة كثيرة مازال نقدروا نديروها ونقربوا بها لله. أولا صلاة العيد سواء في المسجد ولا في دارك تبقى سنة مؤكدة. ثانيا التكبير من فجر يوم عرفة حتى عصر يوم الثالث من أيام التشريق. ثالثا صيام يوم عرفة اللي كيغفر الله به الذنوب السنة الفاتت والسنة الجاية. رابعا صلة الرحم وزيارة الأهل والكلمة الطيبة والبسمة. خامسا الصدقة والوقوف مع المحتاجين ولو بشيء بسيط. سادسا اللبس النظيف والاغتسال والفرح بالعيد كيف ما كان. أخواتي إخواني، ماشي اللحم هو اللي يوصل لله، وإنما التقوى والنية الصادقة. فرحوا أولادكم، كبروا، صلوا، تصدقوا، وعيشوا العيد بالرضا والطمأنينة. نسأل الله أن يرفع الغلاء على البلاد ويعوضنا أعياد جاية خير وبركة. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.